علي معلول وقع مع الصفاقسي لمدة 3 مواسم حتى مئوية النادي المرتقبة في عام 2028. لم يكن معلول مجرد لاعب محترف في الأهلي، بل كان لاعبا استثنائيا في كل التفاصيل. الصفاقسي سيوجه الدعوة للأهلي ليكون الطرف الآخر في احتفالية مئوية الصفاقسي. محمد شريف ارتدى شارة قيادة النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه خلال مواجهة البنزرت التونسي. يخضع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي إلى فحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع المقبل من أجل تحديد مدى التئام الكسر وجاهزيته لمباريات الدوري المصري. النادي الأهلي يفوز على البنزرت التونسي ب5 أهداف نظيفة في تاني مبارياته الودية في تونس استعدادا للموسم الجديد. سجل الأهداف: سجل تريزيجيه هدفين، وسجل محمد شريف هدف، وسجل كريم فؤاد هدف، وسجل أشرف بن شرقي هدف. عمرو السولية ينتظم في تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا للموسم الجديد، ويختار القميص رقم 10 في سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد. وسام أبو علي يضغط على النادي الأمريكي لإنهاء الصفقة مع النادي الأهلي بعد تدخل نادي سعودي في الصفقة. قاسم باشا التركي يقدم عرضا رسميا لشراء أحمد نبيل كوكا من الأهلي، وتم عرض الأمر على خوسيه ريبيرو لاتخاذ القرار المناسب، وسيتم حسم موقف اللاعب عقب نهاية معسكر تونس. تقام قرعة بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 3:30 عصرا، وسيتم بث فعاليات القرعة عبر قناة أون سبورت. رئيس نادي البنزرت التونسي يهدي درع النادي لبعثة الأهلي، ويكرم محمد علي بن رمضان. خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي: معسكر الإعداد في تونس حقق أهدافه. كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي سليم ولم يتعرض لأي إصابة خلال مواجهة الفريق الودية ضد البنزرت التونسي. انتهاء معسكر الأهلي في تونس، من المقرر أن يؤدي الفريق تمرينا خفيفا صباح السبت في ختام المعسكر، على أن يعود القاهرة صباح الأحد المقبل. ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي استقر على خوض مباراه وديه ضد احد الفرق المصريه يوم الثلاثاء المقبل. اليو ديانج تعرض للاصابه في الراس خلال مران الفريق، والحمد لله سليمه وشارك في مباراه اليوم وجاهز للقادم. يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي جلسه خاصه مع احمد عبد القادر لاعب الفريق عقب عوده فريق الاهلي من تونس، من اجل مناقشه مصير اللاعب الذي لم يحسم حتى الان. لو وصلت للاخر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.